ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ نجيبوا كده نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وتيجوا كده مع بعض نعمل العيش السوري. انا عملت معاكم الشاورما السوري وعملت معاكم شاورما لحمه، وقلت لكم انا اللي عامله العيش السوري ده، فانا عايزه النهارده اعمله معاكم في فيديو بس اهو. فانا معايا حوالي نص كيلو دقيق متعدد الاستخدامات طبعا، ومعانا هنحط طبعا عليه شويه ملح بس كده، وهنزل عليه بمعلقه زيت واحده برضو كده، معلقه زيت بس. اظن مفيش اسهل من كده. وهنعجن بكوبايه ميه دافيه عشان احنا في الشتاء والجو ساقع، مش هينفع نعجن بميه من الحنفيه عشان الدقيق ما يخرصش معانا، يبقى سهل في العجن. وهنبدا نعجن بكل سهوله مع بعض. بس انا عايزه عجن حلو، يعني ايه، تتعجن كويس. انا حطيت كوبايه ميه اهو، وهبدا احط كمان بس كده. حطيت كده ايه، حوالي كده ايه ربع كوبايه، وهبدا اعجن اهو. زي ما انتوا شايفين كده بعمل ايه، بلم الدقيق كله اهو كده من الطبق، وابدا اعجن كويس قوي. انا مش عايزاها عجينه لا طريه قوي ولا ناشفه قوي، عايزاها عجينه حلوه، يعني زي عجينه الرقاق كده اهي. انا اهو زي ما انتوا شايفين لازم اعجنها كويس قوي. وبعدين انا لقيتها طريه معايا شويه، فحطيت لها ايه شويه دقيق. بصوا العجينه تعجنيها كده حلو قوي، عشان ايه يبقى فيها عرق لما نيجي نفردها تتفرد معانا مظبوط. بصوا اهي، بصوا العجينه، بصوا اهي. انا هسيبها بقى ايه شويه بس كده ترتاح، ونبدا نقطعها مع بعض. وكده العجينه اهي زي ما انتوا شايفين ارتاحت معايا خالص. بصوا 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 العجينه معجونه كويس، مخدومه في عجينتها كويس. بدام تعجنيها كويس طلع معاكي نتيجه كويس. انا كده عجنتها كويس وسبتها ارتاحت شويه. زي ما انتوا شايفين انا معايا صينيه ارش عليها شويه دقيق، وببدا اقطعها كده زي ما انتوا شايفين اهي الكوره اهي. بقطعها بقى على الحجم اللي انا عايزاه، يعني انا شايفه الحجم اللي انا عاملاه. انا عملت واحده اهو في الصينيه كويس اهو، واعمل كمان واحده اهو قدامكم اهي، واحطها كده في الصينيه. الحجم ده كويس. هخلص بقى كل الكميه واملى بيها الصينيه ونبدا نشتغل مع بعض. انا كده قطعت كل الكميه اهي زي ما انتوا شايفين اهي، عملت معايا حوالي 14 واحده. هنبدا طبعا باول واحده احنا قطعناها. انا بقى هغطيه وهبدا معاكم ونبدا نعمله مع بعض دلوقتي. وكده معانا هنا في الطبق ده معلقتين دقيق كبار، هنزل عليهم بشويه زيت. وزي ما انتوا شايفين انا حطيت على الدقيق حوالي 3 معالق زيت او 4 معالق بالكتير اهو، زي ما انتوا شايفين عملت اهو. بصوا اهو، هو ده السمك اللي انا عايزاه، ده اللي هنحطه مع هنفرد بيه. هنحط العيش ونفرد ونحط واحده، هوريكم هنعمل ايه. وطبعا معايا طبق فيه شويه دقيق والفرشه اهي عشان هنشتغل بيها، انا محضراها جنبي. وهنبدا بقى ايه نعمل مع بعض كده. خلاص هنبدا مع بعض. طبعا انا معايا دقيق هنا، ارش هنا كده شويه على المفرش كده. ومعايا اول واحده اهي، هبطط بايدي كده، هحاول اخليها تبقى مدوره زي التدوير اللي في المفرش السيرك زي ما انتوا شايفين كده. والنشابه كده احط بس شويه دقيق على وشها عشان ما يلزقش في النشابه، وابدا افرد كده اهو. نقوم جاي منها كده. اظن مفيش اسهل من كده فرد. وطبعا عشان العجينه كويسه معايا فبتتفرد كويس.
اهو زي ما انتوا شايفين اهو. انا هفردها بقى فردة كمان بس كده، وهروح اجيب واحدة كمان تانية وابدأ افردها. بصوا زي ما انتوا شايفين اهي، انا عملتها مدورة على قد التدويرة دي. هركنها بقى جنبي هنا كده، وهجيب شوية دقيق تاني هنا، وهجيب واحدة كمان وهفردها بنفس الطريقة. زي ما انتوا شايفين كده انا عملت معايا 2 اهمت. هاخد بقى الزيت مع الدقيق اللي انا عملته معاكم اهو بس كده، وهبدأ اهو زي ما انتوا شايفين عاوز كده. ده بقى اللي هيعمل الفرق بين الاتنين مع بعض اهو كده. تعوز كويس، والاطراف طبعا كويس عشان هي دي اللي هنعرف نخلع منها. انا شايفه ان الدقيق والزيت تقيل شويه فهخفه شويه. نخفت كده كمان بشويه زيت، حاسه انها تقيله معايا، تقلت اكتر اما انا ركنتها جنبي. هقلبها اهو، اهي قلبتها كده بقت كويسه. هبدا بقى ايه ادهن اهو كده، بقت اخف بتمشي معايا بسهوله اهي. الحروف كويس اهي عشان تسوي. هنفرد الاتنين على بعض ونسويهم على بعض. في بقى بيحطوا 3 و4 على حسب، بس انتي لو مبتدئه لازم ما تحطيش كتير، هما 2 بس كويسين عشان تعرفي تشيليهم من بعض اهي. اهي كده خلاص، انا خلاص دهنتها كويس، ودهنت الاطراف بتاعتها كويس اهي زي ما انتوا شايفين اهي. زي ما انتوا شايفين انا خلصت الاتنين اهو، وطبعا معايا الدقيق بالزيت اهو زي ما انتوا شايفين اهو. دهنتها كويس بيه، دهنت الاطراف كويس اهي. هنركن بقى ده كده، وهنجيب دي هنحطها فوقها كده. في واحدة اكبر من واحدة مفيش مشكلة، بس نحاول نظبطها كويس مع بعضها اهي. نبدأ بقى نفرد كده. نحط بس شوية دي عشان ما تلزقش، ونبدأ نحطها كده اهو. تبدأي بقى ايه تفردي كده. نحط شوية دقيق تاني، نرجع نحطها كده تاني اهو. وكده انا خلصت. طبعا انا حطيت الصينيه زي ما انتم شايفين، قلبتها وسخنتها. هننزل بقى ايه زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده زي ما انتم شايفين اهو. بصوا قدامكم اهو. نرجع نقلب كده تاني اهو زي ما انتم شايفين. بصوا بيبدأ ينتفخ اهو اهو.
شايفين؟ مش عارفه الكاميرا موضحه قدامكم ولا لا، بس اهو يبدا ينتفخ اهو. بصوا شايفينه؟ هبدا اشيله واقلبه تاني الناحيه التانيه كده اهو. شايفينه؟ شايفين بينتفخ ازاي اهو. زي ما انتم شايفين بينتفخ اهو قدامكم، بس هو سخن جدا انا مش عارفه امسكه. بصوا زي ما انتم شايفين اهو، بس سخن قوي. بصوا طري ازاي، هو ده العيش السوري. بصوا خفيف ازاي كمان. بصوا هخلص بقى الكميه كلها واوريها لكم كده بعد ما خلصنا مع بعض العيش السوري اهو. زي ما انتم شايفين انا خلصت اهو قدامكم. شايفين ما شاء الله رمى معايا كميه قد ايه اهو، 14 رغيف عيش سوري زي ما انتم شايفين اهو. بصوا جمال العيش حلو قوي اهو ما شاء الله عليه. انا يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم ويكون فيديو سهل كده وبسيط. ما ننساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلنا كل جديد.